كشفت وسائل إعلام أسبانية إن هدى عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي قد بدأت بإجراءات الطلاق عقب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على فتاة في باريس. تحقق النيابة الفرنسية في شكوى مقدمة من فتاة اتهمت حكيمي بالاعتداء الجنسي واغتصابها بعدما زارته في منزله عقب أسابيع من محادثتهم عبر تطبيق انستجرام. وقال موقع أسباني إن الفنانة هبة عبوك وزوجها المغربي كانوا يفكران بالانفصال منذ فترة، وجاءت قصة الاغتصاب المزعومة لتسرع العملية أكثر، ودليل ذلك صمت هبة عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته جوانا سانز زوجة داني ألفيش الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة. وواصلت لم تحضر هبة عبوك إلى حفل جوائز الأفضل يوم الاثنين عندما تم اختياره في تشكيلة العام 2022، إذ إنها كانت تفكر بالانفصال عن اللاعب المغربي بسبب فارق العمر بينهم ووجهات نظرهم المختلفة تجاه الحياة العائلية. ويلعب أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2021، كما كان عنصر هاما في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.